بتربي قطه او كلب فالحاجات ديت ممنوع القطه والكلب بتاعتك ياكل منها نهائيا. اول حاجه هي الشوكولاته او الكاكاو، لانها ممكن تعمل لي اسهال، تعمل لي ترجيع، تعمل لي مشاكل بوليه، مشاكل في القلب، وفي بعض الحالات ممكن تؤدي الى الوفاه، فبلاش منها خالص. تاني حاجه هو العنب او الزبيب، ممكن يعمل لي برضو ترجيع، يعمل لي فشل كلوي، وبعض الحالات بتؤدي الى الوفاه، فبلاش منه خالص. لا مش هرميه خليك هنا. الحاجه الثالثه هو البصل او الثوم، هيعمل لي مشاكل في الدم، انيميا، وفي بعض الحالات هيحصل تسمم، فممنوع خالص اكلها للقطط او الكلاب بتاعتي. رابع حاجه معانا هي الطماطم. الحاجه الخامسه عندنا برضو هي التوابل. الحاجه السادسه معانا وهي الاكل الني. الاكل الني ممكن ينقل لنا امراض للقطط والكلاب خصوصا لو مش نظيف. الحاجه السابعه والاخيره معانا فهي عظم الفراخ، خصوصا العظم الكبير اللي الكلب او القطه بتاعي ما بيعرفش يكسره باسنانه، ممكن يقف في الزور، ولو ما وقفش في الزور هينزل في القناه الهضميه، يعمل لي مشاكل كبيره، واسال اي دكتور بيطري عن الموضوع ده.